تابعت سيد الياس وكالة سياحية جزائرية قامت بنصب واحتيال على هؤلاء الحجاج الجزائريين. هم الآن في ضيافة خادم الحرمين الشريفين. المملكة العربية السعودية تكفلت بنفقات كل نفقات حجهم وأصدرت لهم تصريحات. طيب أنتم كنقابة للوكالات السياحية كيف ترون ما جرى من عملية نصب؟ نذكر أن الوكالة السياحية حسب آخر المعلومات التي وصلتني يعني مقرها ولاية الواد. على كل حال السلام عليكم. سلام الواد أو ولاية أخرى فهي وكالة جزائرية، ولا بد لنا أن نتحمل هذه المسؤولية، والمسؤولية بد من تحملها. في الحقيقة أنا كنت شاهدت الفي فيما يخص التصريحات اللي قاموا بها الحجاج. يعني أنا أبدأ بملاحظة أولى، وهي أن القانون لا يحمي المغفلين. سامحني، حتى وإنهم مشوقين ويعني وعندهم عامل الشوق إلى أداء فريضة الحج، فهذا يعني ما يبررش أنهم وافقوا على كل شيء قالوا صاحب الوكالة، علما أن المطارات المعتمدة من طرف السلطات السعودية في موسم الحج يعتبر يعني عددها مطارين، إما مطار عبد العزيز بجدة أو مطار المدينة المنورة. مجرد نزلوا في مطار مدينة القصيم. نعم، في مطار القاسم. يعني هما المؤشر الأول اللي كان يخليهم يتفطنوا للعبة هي أن التذكرة يعني كانت الوجهة إلى مطار القاسم. فمطار القاسم يعني من المطارات الغير معتمدة في موسم الحج. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية التأشيرة التجارية. التأشيرة التجارية سيدي الكريم تعطى للناس، يعني للتجار الذين يذهبون إلى العربية السعودية الشقيقة من أجل المعاملات والتعاملات التجارية فحسب. وهذه التأشيرة لا تسمح لهم ولا يعني وما عندهم حتى حق يعني من خلال هذه التأشيرة أنهم يؤدوا فريضة الحج، لأن فريضة الحج تستلزم وتتطلب تأشيرة حج، سواء كانت عن طريق الطريقة النظامية المعمول بها في الجزائر أي القرعة، أي عن طريق المجاملة. لكن في التأشيرة يكتب تأشيرة حج وليس تأشيرة تجارية. طيب الياس فقط استسمحك ابقى معنا. ينضم إلي عبر الهاتف موفد تلفزيون النهار إلى البقاع المقدسة محمد شوقي علاك. مساء الخير شوقي علاك، أهلا. مساء النور، أهلا هارون. كيف كانت ردة فعل المسؤولين عن الديوان الوطني للحج والعمرة، مع العلم أن 47 حاج جزائري الذين تم النصب عليهم والاحتيال عليهم الآن هم في ضيافة خادم الحرمين؟ نعم، خاصة أنهم في ضيافة خادم الحرمين. وقد شدد يعني الأستاذ عزوز يعني في الأول في بدء الأمر شكر السلطات السعودية بتكفل بهؤلاء الحجاج، لكنه قال وشدد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عادته أيضا إكرام ضيوف الرحمن بحاجات، خاصة أولئك ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الرد كان بالمثل، وأيضا قال أنه شدد في بلهجاته أنه بعد التحقيقات ستوجه عقوبات صارمة للوكالات التي تحايت على هؤلاء الحجاج، وأيضا عن الطريقة التي تتركنا نتساءل يعني كيف تحصلوا على هذه التأشيرة. هل هناك أيادي يعني من هنا أو هناك حتى هؤلاء الحجاج تحصلوا؟ شوقي علاك هي تأشيرات تجارية. نعم تأشيرات تجارية، لكن 47 شخص حاج وفي هذا التوقيت بالذات. نعم، من سن ربما يتعدى 50 وربما 40. يعني هنا تطرح يعني تساؤل كيف هذوما يروحوا للحج؟ يعني هذا هو الإشكال، هذا هو اللبس في الموضوع. طيب شوقي فقط ابقى معي. أتحول للحظات فقط لإلياس نوسي مرة أخرى. كما استمعت موفد تلفزيون النهار يتساءل كيف السلطات السعودية أصدرت 47 تأشيرة تجارية في هذا التوقيت بالذات لهؤلاء السياح. هل هذا يعني أنه فيه تواطؤ؟ نعم، لقد وضع أصبعه على صميم الموضوع. وهنا نتساءل، لا بد من تحديد المسؤوليات. أولا اشكر
رئيس المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة على رد فعله حيث راح ياخذ إجراءات، ونتمنى ذلك من صميم القلب، لأننا نحن مع معاقبة كل من أخل بأخلاقيات المهنة من جهة. أما من جهة ثانية سيدي الكريم فلا بد من تحديد المسؤوليات، لأن نشم رائحة التواطؤ من عدة جهات. لأن خليني نقول لك أن للحصول على التأشيرة التجارية لابد من ملف طويل وعريض، ومن بين هذا الملف لابد من دعوة رسمية من متعامل سعودي، وهذه الدعوة لابد أن يصادق عليها وتختم من طرف وزارة الخارجية السعودية ومن طرف الغرفة التجارية وكذلك وزارة الحج. فلذلك نحن نتساءل كيف استطاع أن يعمل 47 تأشيرة تجارية في هذا الوقت بالذات، لأن هذا الوقت التأشيرة التجارية صعبة المنال جدا، حتى إلينا كوكالات سياحية كأرباب عمل كمدراء عامون للوكالات السياحية ومعنيين بتأطير الحجاج، يعني يصعب علينا الحصول على هذه التأشيرة. فكيف يعني تم إعطائها ل 47 شيخ وعجوزة، يعني في مطنبين في السن وباينين اللي ما عندهم حتى علاقة بالتجارة وبإبرام الصفقات، يعني تم إعطائهم 47 هذه التأشيرة التجارية تبقى، يعني يبقى التساؤل مطروح. نعم، نطلب أن تحدد المسؤوليات وعلى السلطات السعودية، نتمنى أنها تتفطن لهذه القضية. يعني نشكرهم على حفاوة الضيافة وعلى قيامهم بالواجب، وهذا هم مشكورين، لكن لابد من تحديد المسؤوليات سواء كانت هنا في الجزائر يعني أو في السعودية، للوصول إلى حقيقة الأمر كيف تحصلت هذه الوكالة السياحية على هذا النوع من التأشيرة في هذا الوقت بالذات. في انتظار استكمال كامل التحقيقات. شكرا جزيلا لك الياس السنوسي على هذه المداخلة الهاتفية. أتحول في الأخير فقط في عجالة إلى موفى تلفزيون النهار. محمد شوقي علاك، هل قمت بزيارة هؤلاء الحجاج الجزائريين؟ إن كان ذلك كيف هي أحوالهم بعد الصدمة؟ يعني لا نستطيع زيارة هؤلاء الحجاج الجزائريين لأنهم في فندق يعني في القصيم، يعني بعيدين عن مكة، ونحن متواجدون بمكة. لكن ربما عندنا بعض المعلومات التي تقول أنه تم اعتقال المرشد الذي كان برفقتهم. نعم، واسم الوكالة يعني التي اصطحبتهم إلى السعودية بيشة، ووكالة أخرى من الوادي كما سبقت وذكرت. طيب، شكرا جزيلا لك محمد شوقي علاك على هذه المداخلة الهاتفية. سنعود من دون شك إلى هذه القضية، إلى هذا الملف في قادم مواعيدنا الإخبارية بتفاصيل أدق وأوفى. قامت السلطات السعودية بتعويض الحجاج الجزائريين بمبلغ مالي قدره 11,000 ريال سعودي بعد أن تعرضت حافلتهم للاحتراق على مستوى الطريق الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. تفاصيل القصة الكاملة مع جمال الدين بوشاه. اخواتي يا احبابي اللي تعرفوني كاع، راني نسلم عليكم، الله يوصلكم على هذا المقام، والحمد لله كيطول لي ربي عمري ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ونزيد نشوفكم ان شاء الله. دموع فرحة النجاة مزجتها فرحة حط الرحال بمكة المكرمة. قدر كان لزاما أن يكون لهذه الحاجة الجزائرية وأقرانها من زوار بيت الله رفقة وكالة زمزم السياحية بتاريخ 30 من أوت المنصرم. الرحلة التي شهدت حريق حافلة لنقل حجاجنا الميامين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. لاحظنا المحرك الحافلة بدأ في الاحتراق، نادينا على الحجيج، نزلوا من الحافلة وبدأنا نخرج الأمتعة حتى وصلت الإدارة السعودية بسيارتها ورجالها وتدخلت. شعلت في الطريق يسار، شعلت في الطريق، كنا نمشيو شعلت في الطريق، سخنت شعلت نار هنا في الموتور، شعلت في الموتور من اللور، شعلت حتى كملت. احنا خرجنا قشنا وهربنا للطريق حتى تحرقت عن آخره. مرافقتنا لزيارة مدير الحج والعمرة خلال اطمئنانه على صحة الحجاج جعلتنا نتعرف على القصة الكاملة لحادثة احتراق الحافلة
التي لم تترك أضرارا جسيمة. كيشوفوك الضحكي والله تفرحيهم. لا نهضر معاهم في البودكاست، نهضر معاهم. راني الحمد لله وكما قال سلكنا والله غير الحمد لله. هذه كتبت من عند ربي الحمد لله كي خرج السلامات صح والله. غير تعرف واحدة قالت نتقلب لافيو طونو هذيك الكار قدامي البنو ينحرق قال كي صوتي جيت هكا مركبة هكذا وما قدروش يرفدوني. الأشخاص الذين فقدوا أمتعتهم ونقودهم خلال الحريق الذي اندلع في حافلة لنقل الحجاج الجزائريين من المدينة المنورة نحو مكة المكرمة سيتم تعويضهم، أين سيحصلون على 40 ريالا سعوديا يوميا. من جهة أخرى مؤسسة النقل السعودية التزمت بتعويض الحجاج الجزائريين على أساس تصريح لضياع أمتعتهم ونقودهم، هو ما قامت به مصالحها من خلال منحهم 11,000 ريال سعودي. نبقى في البقاع. دعم الديوان الوطني للحج والعمرة البعثة الجزائرية بطباخين جزائريين لتقديم أكلات تقليدية حيث راعت خصوصية الأكل لإنهاء معاناة الحجاج مع الأكل خاصة الشيوخ منهم. التقرير لمحمد شوقي علاك وعبد زيدي. بعد الشكاوي الكثيرة التي طالتها البعثة الجزائرية بشأن وجبات الأكل المقدمة لهم، استدرك الديوان الوطني للحج والعمرة هذه المعضلة من خلال إبرام عقود مع شركات جديدة تقدم إطعاما مميز. والجديد هذه السنة هو إشراك طباخين جزائريين لتحضير الوجبات التقليدية الجزائرية. راعينا أن نتعاقد مع كثير من الشركات. هذه الشركات طبعا هي شركات ذات مستوى جيد، خاصة وأنها دعمت بطباخين جزائريين حتى يكونون داخل المطبخ وحتى يوفروا الذوق الجزائري. إعداد بعض الأطباق وفطور الصباح يتم على مستوى فنادق الحجاج الجزائريين وفق معايير خاصة وتحت الرقابة الطبية. هي بعض الأطباق التي تقدم كوجبة عشاء للحاج الجزائري، والذي بدوره أبدأ إعجابه بجودتها وقربها للذوق الجزائري. وجبة جزائرية، وجبة متكاملة يعني مليحة على العموم، معناها نوعة. ورأيت تحسن ملحوظ جدا بالنسبة للإسكان، كان تحسن جيد والإطعام أحسن ما يمكن، كان طبخ جزائري على ما يرام. ولأن عقلية الحاج الجزائري فريدة من نوعها، عين من الحجاج انتقدوا هذه الوجبات وقالوا أنها لا تمت بصلة إلى الأطباق الجزائرية. احنا على حساب واش قال الوزير، كان يقول باللي أكلات جزائرية. ابارامون انا جون لين جات ناكلها، بصح كاين واحد لي فيو هنايا معاطينهم واحد الخبز تاعهم هذايا راسي على بالك، صافي يضرب 3 جور 4 جور ما كانش اللي يقدر ياكلوا. دوزيامون داخلين باكلات هنا شرقيه، شيوخنا كاع ماهمش ياكلوا، كاين اللي راه جايب لعجوزه. رغم الجهود المبذولة من قبل البعثة الجزائرية، تبقى الخدمات المقدمة دائما محل انتقاد، لأن الجزائر بشعار الحج رحلة سياحية. بعد انطلاق عمليات بيع أضاحي عيد الفطر المبارك بنقاط البيع الخاصة بالدولة كمؤسسة لتراكو، عبر المواطنون عن استيائهم من غلاء الأسعار. التقرير لتوفيق الأمير ضيف الله ولي داود. الشيء اللي راهو موجود اليوم في السوق أن السعر راه هابط بالنسبة للسنوات الماضية. 20,000 5